السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. إن شاء الله اليوم بصور معاكم مشتريات للبيت. أول شي العصر كان صراحة الجو مرة حلو، فطلعنا أنا وأختي الصغيرة شوية نشوف الجو ونغير نفسية. فالجو الصراحة كان ما يتفوت أبدا. فآخر شي جهزت معانا أختي الصغيرة، صراحة اللوك كان مالها مرة كيوت. فأول ما دخلنا المحل اشترينا حليب شوكلت. بعد ما شرينا الحليب رحنا أهم نقطة هي حفايض حل أختي، فاشترينا لها 44 حبة، كانت تقريبا 3 ريال وشي. بعدها اشترينا النودلز، والحين اشتريت الشامبو بالأفوكادو. صراحة أي شي فيه أفوكادو متعلق للشعر مرة رهيب. بعد ما اخترت الشامبو اشترينا سائل الاستحمام، فكنا أول مرة نجرب هذا النوع، فكنا محتارين يعني أي نوع من هذا الثلاثة بنختار. فأمي شافت البنفسجي قالت بجربه، فلما فتحته ما عجبتها واجد الريحة، بس قالت يعني إنه حرام خلاص أنا فتحته فلازم نشتريه. أنا اخترت اللي باللون الأخضر، كان ريحته حلوة. بعدها اخترنا هذا الكريم أيام زمان اللي باللون الأحمر. هنا كثير ناس يستخدموا هذا الصابونة لحواجبهم، فقلت اشتريها أجربها. بعدها اشتريت مزيل العرق، هذا اللي ما يسوي ألوان لا في الملابس السوداء ولا في الملابس البيضاء. وهنا اخترت قل الصبار. بتلاحظون اللون الأسود على الشاشة على الجوانب، لأن كنت حاطة الكفر، فالكفر كان مغطي. وهنا اشترينا زيت للأطفال لأختي الصغيرة. بعد ما اشترينا الزيت للأطفال اشترينا بعد لوشن للأطفال. بعدها اشتريت زيت النارجيل، خذيت الحجم الأصغر. بعدها اشترينا كنا فراشة أسنان، وهنا الدلة القبلية كانت ما تبرد، ما أعرف ايش تسموها، فخذيت واحدة جديدة. وهنا اشترينا إيريل. وهنا كان في هذا العرض على سائل الغسيل، فخذينا واحد. بعدها كان في عرض على سائل غسول اليدين، 4 حبات يكون فيه، فخذينا. بعدها خذينا واحد محول، فما أعرف صراحة انتوا ايش تسموه. بعدها كان في عرض على سائل التنظيف. بعدها خذينا واحد من العدس أو الدال، وعلى كم بهارات مع بعض. فبعدها خذينا بودرة البصل، وهنا خذينا الكاجو. وهنا خذينا كاجو وقرفة مطحونة. بعدها خذينا سنوت أو كمون أو فلفل أسود يكونوا ما مطحونين. بعدها هنا أمي حصلت الحجم يلي تريده من السماق، فرجعت الحجم يلي قبل. بعدها خذينا شوربة ماجي. بعدها اخترنا معجون تمر الهندي. وهنا أمي بعدها حبت تجرب صلصة البيتزا، فخذيناها. آخر شي اشتريناه هو معمول التمر. بعدها اخترنا أشياء خفايف، لأنه طالعين من البيت الساعة 9 من الليل. فبعد ما اشترينا هذه الأشياء البسيطة رحنا نتعشى، فطلبنا صراحة رز. من وصلت البيت قررت اني افتح كل الأغراض معاكم. أول شي اشتريت هذه الكيسة من السوبر ماركت، اللي هي 2 بيلة و2 تشيكن ناجت.
اوكي، والحين الكيس الثاني بعد من السوبر ماركت كان فيها حليب المراعي، وهذا الروتي او توست ولا ويش ما ادري ايش تسموه. الحين والكيس الثالث من نفس المحل اللي كنت مصورة فيه. أول شي اشتريت ماي الورد، كان سعر الحبة تقريبا 180 بيسة كذاك. بعدها هنا كنت أريد أكمل الأغراض اللي في الكيس، بس أمي قالت لي أول شي راويهم المنظفات لأنها كانت تريد تدخلهم، فتقريبا كان سعره ريال وخمسين. بعدها كملت أراوي كمية اللي داخل الكيس. أول شي بهارات السمك، كنت أدور على السعر بس ما حصلته. بعدها هنا كان معجون التمر الهندي، كان حرفيا لذيذ الصوص. وبعدها هنا الكركم معانا. وبعدها السماق كان سعره 575. وبعدها حليب الشوكولات كان سعره بريال وميتين بيسة. وبعدها اشترينا الكاتشب، كان عرض 6 حبات، صراحة ما أعرف كم سعره لأنه في منهن مو مسعرات يعني. وبعدها صوص البيتزا كان سعره بريال و450. وآخر شي في الكيس كان جبن بوك حبتين فيها خصم 20%، صراحة ما أعرف كم سعرها. حاولت أدور على السعر بس ما حصلت. بعدها هنا حفايض أختي 44 حبة نفس ما قلت لكم قبل. وهنا في هذا الكيس كان فيه حار نار، كله أكل تقريبا هذا الكيس. بعدها كورن فليكس أوريو. بعدها شوربة ماجي كان فيها 4 حبات سعرها 590 بيسة. ما عليكم من الإزعاج اللي جالس يصير لأن أختي صغيرة جالسة تلعب. بعدها بسكوت سبادة، كان ما حصلت سعره صراحة، جلست أدوره فما حصلت. وآخر شي في الكيس كان معمول التمر، كان سعره بريال و50 بيسة. عبالي المعمول آخر شي في الكيس بس طلع فيه كاجا، فكان بريال و775. وما شاء الله بعد جالس يطلع قرفة مطحونة ب300 بيسة. وفي هذا الكيس كان صابون إريال، فكان سعرها 6 ريال و550. اوكي، والحين اشترينا كيسة كاملة فيها ما ادري كم حبة حار نار بالليمون. فقبل لا توصل البيت طبعا كل واحد شل واحدة، هذا من عاداتنا يعني. فهنا اشترينا النودلز او الاندومي، اشترينا 6 حبات، كان ب950 بيسة. فخذينا بنكهتين، واحدة بنكهة الدجاج وواحدة بالخضار. وبعدها اشتريت هذا المحول يلي صورت لكم اياه، كان سعره ب800 بيسة، ان شاء الله يعني يجلس معانا فترة طويلة. بعدها أنا كنت مشترية يعني السنوت بس ما مطحون. وبعدها كان العدس أو نحن نسميه الدال، كان بريال. وبعدها خذينا التونة، كان بريال ونص سعره. وبعدها خذيت فلفل أسود ما مطحون، كان حبة حبة، فسعره كان ب660 بيسة. وبعدها هنا كنت مشترية كزبرة ناشفة مطحونة، كان سعرها 275 بيسة. بعد ما خلصت من هذا الكيسة جيت بفتح الكيسة الثانية بس كان فيها صدمة، لكن خليني أراويكم الأغراض وتشوفوا معاي الصدمة. أول شي اشتريت فرشاة الأسنان، هذي كان سعرها 300 بيسة. بعدها بودرة المعطرة كان سعرها 655 بيسة. والحين الصدمة كانت إن الزيت يلي كنا شارينه حال أختي كان كامل مكبوب حرفيا في الكيسة وفي الأغراض، فأكثر من النص من كب يعني، فكان سعره ريال و450. بعدها هذا الكريم أيام زمان كنا شارينه حال إخواني.
فكان سعره بريال وخمسين بيسة أتوقع هنا ظاهر، لأ أيوة ريال وخمسين بيسة. والله ما أدري الصراحة، بس ما كان يعني واضح معاي. بعدين لوشن الأطفال يلي ماخذينه كان بريال وخمسين بيسة. وبعدها فراش الأسنان كامل يلي ماخذينهن كان في بثلاثمية بيسة وكان في بميتين بيسة. حرفيا يدي كانت كلها زيت. وبعدها بعد فرشاة أسنان شوف كيف الزيت جالس ينزل. وبعد هذا الصابونة اللي كنت أريدها صراحة كنت خيفانة إنه يكون ما فيها غلاف، فالزيت يدخل الصابونة. وهنا زيت النارجيل اللي كنت ماخذتنا كان سعره 950 بيسة أتوقع، والله ما أدري ما أذكر. وهذا الصابونة كانت من ماخذتنا هي صابون تفتيح. وبعدها قل الصبارية اللي كنت مشترتنا كان سعره 630 بيسة. وهذا مزيل العرق اشترينا اثنين منهن، واحد بغطاء أزرق واحد بغطاء وردة عشان نفرقهن. وبعدها هنا كان بودرة البصل. وبعدها الكيسة اللي بعدها. أول شي أطلع من الكيسة اللي هو هذا الصابون كان سعره بريال وخمسمية وخمسين، سائل الاستحمام. والحين سائل الغسول بعد كان سعره بريالين، بريالين وكم والله ما أدري، لحظة أشوف السعر أتوقع طلعته. أيوة كان بريالين 350. والحين بعد هذه الدلة صراحة ما أعرف كم سعرها، ما كان موجود أو إني ما انتبهت له ما أعرف. وبعدها كان في عرض على صابون بيري 3 حبات كان بريال 575. والحين هذا العرض اللي صورت لكم إياه كان 4 حبات بريال وخمسين. وبعد سائل الاستحمام اللي أنا اخترته كان سعره بعد بريال 550. والحين هذا الشامبو اللي اخترته اللي بالأفوكادو ما أدري إذا شايفين معه، فكان سعره بريالين وميتين وثلاثين. وآخر شي اشتريت كلينكس كان 5 حبات مع بعض.